السلام عليكم، اهلا بكم في قناة بيبو جيمر. النهاردة عندنا فيديو هنلعب الجزء التاني من لعبة ايس. فما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، صلوا على سيدنا محمد، وما تنسوش انكم تدعوا لاخواتنا في غزة ربنا ينصرهم. صحيح في كم كومنت، واحدة عسولة قوي كتبتهم لي، بجد انتي في قلبي بجد، وربنا انتي في قلبي، انتي خليتيني والله وانا تعبانة. انا قمت دلوقتي وصورت بجد، يعني شكرا لدعمك. فيلا بينا، وما تنسوش انكم تحطوا لايك واشتراك. يلا بينا هنلعبها المرة دي نورمال، اللي هي هتكون اصعب منها بشوية. عملناها نورمال. يلا دلوقتي كده دخلنا اللعبة. هو المطلوب مننا 20 كيس، وهي هتكون اصعب شوية من المرة اللي فاتت، لانها يعني كده هتلاقيها مثلا الوحش نفسه سريع، اللي هو سيد مايلز ده. ناخد العين. ده رقم واحد تاني اللي هو اللي بيتحط في الكتاب. هي كان في واحدة كاتبالي في الكومنتات ان هو ده بتاع الكتاب اللي هو رقم واحد، لكن انا مش فاهمة، يعني انا شفت دلوقتي الشريط مش فاهمة هو بتاع ايه بالظبط. كده جبنا 6 من 20. يلا يلا بيجي ورا بيجي ورا، وممكن يدخل من الباب. ثانية كده نشوف بالرؤية. ده عند السلم. طب هو طاير ولا نزل دلوقتي؟ نشوف بالرؤية التاني. طيب ده تحت. خلاص يلا بينا احنا بقى على فوق. مفيش حاجة هنا، في 2 رؤية هنا. احنا نطلع على طول ونبقى ننزل نشوف الأوضة الأخيرة دي في الآخر خالص، عشان ما يلحقش ان هو يطلع او يمسكنا. الرؤية التانية مفيش هنا كيس زي المرة اللي فاتت. ده الحمام، مفيش حاجة. نطلع الأوضة التانية، في رقم واحد بس. شكله قريب مننا. يا لهوي، يا لهوي، ربنا انا اتخضيت. يا لهوتي، هنلعب تاني بقى. بجد بجد انا اتخضيت جامد. يا لهوي، يعني لا، كان بحس ان هو كان مستنينا على الباب. مش مهم، المهم يلا نلعب تاني بسرعة. لازم نفوز، يعني انا كده مش هسكت غير لما افوز. اول كيس، الأوضة كلها مفيهاش غير كيس واحد. الرؤية، انا ملاحظة ان هي اللعبة دي شبه جيراني شوية، اللي هي كل دور بيبقى غير اللي قبله، يعني الادوار بتبقى بتتغير كده، الاماكن والحاجات دي. رقم واحد. يا لهوي، ايه الصوت ده؟ كأنها ديناميت كده فجرت. ايه ده؟ انا خايفة اطلع برا والله. خلاص نطلع ونشوف، بس يا رب ما يبقاش برا.
لهوي قريب مني جدا. بسرعة بسرعة، اكيد بيجروا ورايا، اكيد بيجروا ورايا. يلا يلا بسرعة. بقى التاني تقريبا ورايا اهو. يلا. ممكن ندخل من الباب. يا بنتي، يعني احنا تقريبا في الدور الاول ما شفناش او دخلنا الاماكن دي كلها تقريبا. احنا ما نزلناش تحت، المرة دي نزلنا. هو شكله لسه هنا عشان النور بيخطف كده اهو قريب من، لسه بقولها والله. ناخد الكيس ده ونجري. يلا يلا يلا، تاخد بالي. يلا هيمسكني. يا لهوي يا لهوي يا جماعة، هو ممكن يدخل من الباب؟ يعني ازاي الباب كده ويدخل؟ هو ايه المكان ده؟ مش عارفة المكان ده فين اصلا. انا خليني مستنية هنا اهو. شوف رؤية كمان. هو كده فوق، احنا يلا بينا نطلع بسرعة. نلملنا كده كام كيس. في رؤية هنا. احنا مطلوب مننا 20 واحنا جبنا 8، باقي 12. انا مش عارفة ليه حاسة ان هو اللي هو العفريت ده كان السيد مايلز زمان، وجت مثلا زي عليه لعنة كده وتحول لعفريت او روح شريرة، فاهمين؟ زي ما بتحصل في بعض الالعاب او الافلام كده. يعني هو صراحة يعني منظره غريب يعني كده مرعب. وهو كان يعني فوق هنلاقي فيه صور كده ليه هو وعيلته. كان عنده زوجة وبنتين. هو كان شكله يعني راجل كده يعني عادي او من الاغنياء، يعني هو شكله غني شوية في المكان بتاعه. بس مش عارفة يعني اللي متعرفوش لعنة نزلت عليه قوي، بس هي دي يعني اللي جاية في بالي انه حاساها كده. احنا جايبين 11 كده، 12 من 20 يعني باقي 8. يا مسهل. شوف الرؤية. ايه ده فوق نازل. ها وصلت ولا لسه؟ هو يا دوب وصل الحد. هو واقف قدام الأوضة ولا ايه؟ ده رجع تاني. شكله هيقف قدامي كده عبال ما اطلع يروح واخدني على طول عضعضة. شكلهم كل الالعاب الرعب بياكلوا البني ادمين فيها. في جراني بتاكل الكاركتر اللي احنا بنلعب بيه، وفي لعبة ايس بياكل برضو البني ادمين. اهي بصوا دي العيلة بتاعته، صورة عائلية. يا جماعة انا اقول حاجة هي جاية في بالي اديلها فترة، وانا يعني انا حابة الموضوع ده بس مش عارفة لسه، يعني انا مش مقررة. في يعني انا بعرف ان انا اعمل بتاع ده، اعمل قصص مرعبة، قصص رعب بيبقى عن سحر والحاجات دي. يعني انا بتخيلها او بعملها من دماغي، وبتخيل السيناريو كله وبكتبه عندي في مذكرة على الموبايل. فهل حلو ان انا ممكن اعمل قناة تانية واعمل لكم فيها البتاع ده القصص دي، او لا؟ يعني انتوا حابين ده او لا؟ يعني قولولي اذا حابين ده. ممكن ان انا يعني اقنع ماما ان انا ممكن اطلع ولو بماسك كده، يعني مش هكون باينة، مش هكون معروفة انا مين، لكن هكون لابسة ماسك وكاب وحاجات زي كده، وهطلع اوري القصة زي ما انا عملتها السيناريو في دماغي. فقولولي رأيكم برضو
اذا عجبكم يعني الفكرة بتاعتي. ما عجبكوش برضو قولولي رأيكم عادي، يعني انا متقبلة كل الاراء. صحيح في لعبة كده انا كنت منزلاها من مدة في اللي هو الاختيارات، مش فاكرة كانت اللعبة اسمها ايه بصراحة، فانا ممكن العبها في الفيديو الجاي بعد اللعبة دي بعد ما ينزل. وقوليلي برضو رأيكم ايه، رأيكم في يعني انتوا رجعوا كده وشوفوها في المنشورات وشوفوها يعني، قوليلي ايه رأيكم اذا اعملها او لا. كده جبنا كل الاكياس، هنروح بسرعة ناخد المفتاح عشان ننزل، ويا رب بس ما نتمسكش عشان انا قبل كده لعبتها يعني بعيدا عن التصوير، فاتمسكت بعد ما جبت المفتاح. اتمسكت كنت اتشل بصراحة. لا طب كنت مسكتني قبل ما اخلص الحاجات الاكياس دي واخدها وكده. هو هنا طبعا انا لغتي الانجليزية على جدي خالص، ف كده يعني الحمد لله ما فهمتش حاجة يعني. هو هنا نزل من على السلم اللي هو في الدور بتاعي اللي انا واقفه فيه حاليا، نزل تحت. يا رب ما يجيش في الدور اللي انا نازله مش هيتاخد. دي ما بتتاخدش بعد ما انت خلاص يعني جبت الاكياس المطلوبه، خلاص ما تقدرش انك تاخد اي اكياس تاني زياده. فكده ومن كده نكون خلصنا الفيديو، وما تنسوش تحطوا لايك واشتراك وتقولوا ايه رايكم في الفيديو، ايه رايكم في الفكرتين اللي انا قلتهم في الفيديو. فلو وصلتوا لحد هنا وروني نفسكم في التعليقات وقولوا لي انا خلصت الفيديو. ومع السلامه يا حبايب قلبي.